في سنة 2008 جوزيه مورينيو كان لسه ماسك انتر ميلان وبيحاول يبني فريق يكسر اوروبا، وفجأة عينه تيجي على لاعب مش في اوروبا ومش في دوري كبير، لكن اللاعب ده كان افضل لاعب في افريقيا، اسمه محمد ابو تريكة. الكلام ده اكيد كلنا سمعناه، بس السؤال هنا، هل مورينيو كان فعلا عايزه؟ ولو كانت الصفقة تمت هل كان التاريخ هيتغير ولا كان لازم يظهر حد تاني اسمه ويسلي شنايدر؟ اجهز معايا عشان هتكلم عن الموضوع ده في 6 فصول. الفصل الاول، ليه مورينيو كان ممكن يبص لابو تريكة؟ عشان تفهم القصة لازم تفهم دماغ مورينيو. مورينيو مش بيدور على مهارات بس، هو بيدور على وظيفة داخل النظام. وقتها انتر كان بيلعب بال 4-3-3 او ال 4-2-3-1، بيعتمد على التحولات السريعة، فمحتاج لاعب بين الخطوط نمبر 10. اللاعب ده لازم يكون بيستلم تحت ضغط، بياخد قرار سريع، بيكسر خطوط بتمريرة واحدة، وده بالظبط اللي كان بيعمله ابو تريكة مع الاهلي ومنتخب مصر. كان عنده تمركز عبقري بين الخطوط، وكان بيمتاز بالوان تاتش باسنج وهدوء غير طبيعي وكلاتش في اللحظات الكبيرة. ابو تريكة ما كانش لاعب شو، كان سيستم بلاير، وده النوع اللي مورينيو بيحبه. يبقى ليه لا مورينيو كان بيفكر في ابو تريكة فعلا 2008؟ الفصل الثاني، هل الاهتمام فعلا كان حقيقي؟ خلينا نبقى صريحين، مفيش عقد رسمي واضح من انتر ميلان للنادي الاهلي، لكن كان في تقارير صحفيه وقتها، كلام عن متابعه، اعجاب باسلوبه بعد بطولات افريقيا. يعني ايه؟ يعني اهتمام مورينيو لابو تريكة لكن صفقه قريبه لا، وده مهم جدا عشان المصداقيه بينه وبينه. نيجي بقى على الفصل الثالث، المشكله الحقيقيه، هل ابو تريكة كان فعلا يناسب اوروبا؟ هنا بقى التحليل التقيل. ابو تريكة عنده مميزات عبقريه، بس كان عنده تحديات. اول تحدي السرعه والقوه البدنيه. الدوري الايطالي وقتها كان فيزيكال وانتنسيتي، بدني جدا بحده، واللعب في اوروبا محتاج ضغط مستمر بدون كوره. التحدي الثاني التحول الدفاعي. مورينيو كان بيعتمد على ان الفريق كله يدافع. هل ابو تريكة كان يقدر يعمل ده؟ من وجهه نظر ممكن، بس مش طبيعي زي لعيبه اوروبا. نيجي بقى الفصل الرابع، دخول شنايدر القطعه الناقصه لكتيبه مورينيو انتر ميلان. ده بقى البلوت تويست الحقيقي. في سنه 2009 ريال مدريد قرر يبيع ويسلي شنايدر، وفي اخر ايام الميركاتو يخطف الصفقه انتر ميلان مورينيو. الصفقه تمت تقريبا ب 15 مليون يورو. شنايدر كان جاي بعد موسم صعب في مدريد، بس مورينيو كان شايف فيه حاجه تانية خالص. الفصل الخامس، شنايدر عمل ايه مكان ابو تريكة في الدور ده؟ شنايدر ما كانش بس بديل، ده كان نسخه مطوره من الدور التكتيكي في ال 4-2-3-1 للنمبر 10. بيتحرك بين الخطوط، بيربط الوسط بالهجوم، بيدخل كسكند سترايكر اوقات، واهم حاجه عنده كان الديسيشن ميكنج، عنده بسرعه جنونيه في التحولات. اول لمسه يساوي تمريره قاتله. انتر كان بيدافع باللو بلوك، واول ما الكره تتقطع الكره تروح لشنايدر، لمسه واحده، تمريره لديوجو ميليتو، هجمه يساوي فرصه يساوي جول. ده اللي خلى انتر يكسب دوري ابطال اوروبا 2010 ويعمل ثلاثيه تاريخيه. في الفصل السادس مقارنه مباشره بين ابو تريكة وشنايدر. بروفايل ابو تريكة اهدى، اذكى في المساحات الضيقه، كلاتش ولمساته اقل. وبروفايل شنايدر اسرع، اقوى بدنيا، ضغط اعلى، تسديدات بعيده، وفي التيمبو عالي جدا. ومورينيو ما كانش محتاج لاعب جميل، كان محتاج لاعب ينفذ النظام 100%. ويسل شنايدر كان بريفكت فيت، لكن محمد ابو تريكة كان ممكن يبقى حل عبقري بس بنسبه مخاطره اعلى. والسؤال هنا، لو كنت مكان مورينيو كنت هتغامر بابو تريكة ولا تختار الخيار الامن؟